مساء الخير حبيباتي، واش راكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا قاع ملاح. انا الحمد لله راني في نعمة ربي. توجور مع القطوطة التوعي، نحب توجور نصبح عليهم باش يكون نهاري الشباب كيما هما. اليوم حبيباتي حبيت نشكركم على التعليقات الجميلة اللي كتبتوها لي في الفيديو اللي فات. ان شاء الله يا ربي يفتح عليكم بيبان الخير ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، وان شاء الله تعيشوا توجور في فرح وسعادة مع احبابكم اللي يتمنوا لكم الخير. اليوم لبست هاد لاروب هذيك اللي جايه كيما الجون مخلطه شويه، باسكو هي خفيفه. هذه عندي واحده اخرى كيما هي بصح ماشي لم نفس اللون. شريتها 100,000 من ميسوني في وقيلا في لافان تاع سبتمبر هكذاك العام اللي فات. قلت نلبسها مادام راهي السخانه. في السخانه هذه ما نحبش نلبس لي بونطالو باسكو بزاف ما نحبش هكذاك، نحب نلبس لي غوب ولا لي جوب هكذا باش نحس روحي خفيفه. اليوم اختي طيبت لنا اللوبيا هذيك الحمراء اللي شريناها. عندنا بزاف اللي شريناها لقيناها رخيصه، كانوا يديروها واقيلا 15,000 وي 15,000. قشرناها وحطيناها في الكونجيلاتور ونحيناها. اليوم طيبتها لنا اختي، طيبتها لنا بالحم، ودرت لها غير زوج كيسان تاع الماء وخرجت لها بسم الله ما شاء الله بنينه بالبزاف. ومع اللي عندنا بزاف ما كليناهاش صافي جات سوا في وقتها كي ما يحب الخاطر ويتشهى. اليوم الخميس أجمل الأيام باسكو غدوة الجامعة، غدوة نريحو شوية، الإنسان يلتفت لروحه، ما يروحش يجري للخدمة، يكون وقت لنفسه ولحبابه. هذه هي الويكاند يستغل في باش تقعدي مع الأحباب توعاك مع روحك، تتفكري انتيا وين راكي رايحة، واش الهدف تاعك من الدنيا هذه، واش حبيتي تديري. هذه هي. وإنسان تاني يتهلا شوية في روحه ويتقرب من ربي، يقرأ شوية قرآن، يدعي لربي. بلك في الأيام تاع الأسبوع يكون مشغول ولا يكون عيان وما يقدرش يدعي ويقعد يسهر شوية باش يقرأ شوية قرآن. صافي يوم الجمعة هذه هي جمعة يتفكر الإنسان روحه بالدعاء، يدعي ويقرأ قرآن، يروح يتصدق شوية ولو بالقليل، لانه الصدقه كما يقولوا تبعد النبله حتى ولو كانت حاجه صغيره عند ربي، حاجه ما تضيع. وحتى لو كان هذاك الانسان اللي يدير فيه الخير ينسى، بصح ربي ما ينساش. ولازم توجور تكون حسن النيه وديري هذاك الخير، ما تستناش المقابل من هذاك الانسان اللي درتي فيه الخير، ولا تستناي منه يشكرك ولا اي حاجه. ديريه لوجه الله وربي يرجعه لك. كما يقولوا ناس بكري، كاينه واحد المراه هكذا، مرأة كبيرة شوية في العمر، كانت بزاف مغبونة وفقيرة، كانت كل يوم تعجن الخبز لافامي تاعها وتطيب. وكانت مسكينة، كان عندها أولادها الكبير كان راح للبعيد يخدم بعيد باش يدير لا سيتوياسيون ويبني المستقبل تاعو ويحسن الوضع تاعو والوضع تاع لا فامي تاعو. كانت مسكينة تدعي لربي باش يولي لها أولادها بخير وعلى خير، وربي باش ييسر له أموره ويوفقه وينجح في حياته. وكانت وقالت راح ندير انا كي راني ندعي هكذا باش ربي يستجيب لي دعائي، نطيب هكذا كسرة واحده اخرى، خبزه واحده اخرى زياده ونحطها في الطاقه. كي يجوز واحد يسحقها ويكون مسكين جيعان يديها وياكلها هكذا، نتصدقها على وليدي باش يولي لي بخير وعلى خير. هذه اسمها كما يقولون المتاجره مع ربي، تطلب منه عفسه ودير شغل، دير حاجه باش يحققها لك. وما اجملها من متاجره، ما كاش كيما التجاره مع ربي.
قلت لكم كانت مسكينة كل يوم تطيب خبزة زيادة وتحطها في الطاقة. بكري كانوا الديور ماشي كيما دركا، كانوا يديروا دركا ما كانش لامان. بكري كانت لامان، كانت الطيقان كانوا قدام الطريق واحد بيدنا الاخر. كانت مسكينه هذيك المراه طيب الخبزه هذيك وتحطها في الطاقه. وكان واحد الشيخ كبير يجوز من هذيك الطريق، يلقى هذيك الخبزه يرفدها ويقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. كانت هذيك المرأة تسمعه كي يهضر هكذا، وكانت ما تفهمش واش يقول، كانت برك تسمعه ما فهمتش، وكانت تحس بالضيق كما يقولوا وما تحبش. وكانت تقول على هذا الشيخ هذا مشغول ما يتشكرش ما يدعيليش، كي درت فيه هذا الخير وكلش. كل يوم هكذاك، كل يوم طيب هذيك الخبزه وتحطها في الطاقه، يجوز هذاك الشيخ ويقول نفس الهضره، وهذيك المراه كل يوم تزعف وتشحن هكذا كل يوم، حتى واحد النهار خلاص كما يقولوا بلغ السيل الزبا، زعفت بزاف حتى الزعف تاعها عماها على عينيها. وقالت اليوم نحط له السم في الخبزه هذه باسكو راهو جاحد ما يستعرفش بالخير، ونتهنى منه ويجي ياكل هذيك الخبزه اللي يسحقها ويستاهلها. اي دارتها كيف دارت كيما دارت هذيك الخبزه وحطت لها السم لداخل، بعد كي طابت راح حطها في الطاقه، ومن بعد كشغل كيما يقولوا ضرب فيها انفليش هكذا. شتي كي تروحي ديري عفسه هكذا وتضرب في مخك هكذا حاجه، استغفرت ربي وقالت واش راني ندير انايا، كيفاه ندير له هذا الراجل ما نعرفه ما يعرفني وانا ندير له السم علاه. رجعت هذيك الخبزه وحطتها في النار وخلتها تحرق، عاودت عجنت واحده اخرى وطيبتها وما حطت لهاش السم هذاك وحطتها في الطاقه. وكيف كيما كان حاجز هذاك الشيخ الكبير، عرفت هذيك الخبزه وقال نفس الهضره تاعو وراح. ومن بعد هذاك النهار بالذات مع العشية تقعد هذيك المرأة في الدار حتى تسمع الطبطيب في الدار. راحت حلت لقات وليدها واقف قدام الباب. خلعت المرأة هذيك وقعد الولد هذاك اعنقها وسلم عليها وقالها: يا يما كنت تشوفي واش صرالي؟ قالها: معجزة كي راني هنا واقف قدامك. قالت له: علاه غير خير يا وليدي، كيفاش واش صرالك؟ ووجه ثيابه قاع مقطعين ومسخين ويبان عيان. قالت له: واش صالك يا وليدي؟ قالها: ولا غير مشيت بزاف وكنت بزاف جيعان وكنت رايحه نموت. قالها: حتى جاز عليا واحد الشيخ شافني هكذاك، قلت له يا عمي لو كان الى عندك ماكله ولا. قالها قلت له باش ينحي لي شويه الشر هذا ويرجع لي الروح. قالها كي شافني هكذاك الشيخ هذاك اعطاني كاع الخبزه كامل اللي عنده وقال لي بلي هذه هي الماكله تاعي تاع النهار، وبلي انا يلي تسحقها اكثر منه وانا عطيتها لك تاكلها. وكي سمعت هذيك المرأة واش كان يهضر وليدها خلعت وقعدت تقول بينها وبين روحها بلي الحمد لله اللي ما دارتش السم لهذاك الشيخ، لو كان دارت السم هذاك لو كان وليدها اللي مات. ومن بعد قالت له: وليدي حبيت نسقسيك عفسه. قالت له: كنت دير خبزه في الطاقه وكان يجوز هذا الشيخ. قالت له وكان يقول الهضره هذه. قالت له: واش معناتها يا وليدي؟ هيا قسمها وليدها هكذا. قال لها: هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالها معناته بلي الخير اللي تديرو يولي ليك يسلكك في اي شر ولا مكروه، وباللي شغل واش دير تلقى. وكي سمعت المراه هذيك الشرح تاع اوليدها غطها هذاك الشيخ المغبون وعرفت باللي ظلماتو. ومن هذاك النهار قالت لوليدها: منا ورايح نولي كل يوم ندير الخير وبلا ما نستنى من حتى واحد يشكرني ولا يرجعني الخير هذاك، وباللي اقتنعت باللي ربي راح يرجعه لها عاجلا او اجلا. كي شافت اوليدها
وليدها هكذاك أسلك من الموت، وفهمت باللي واش تقدمي للعالم هذا يولي لك سواء مليح ولا الدوني. هنا نفهموا باللي مام هذيك المرأة مام انه مع الاول كان فهمتش هذاك الشيخ المقصد تاعو، وانه الخوف تاعها في لافان كي شافت وليدها اسلك من الموت خلاها شغل، خلاها تقتنع باللي النية الطيبة تكون لها اثر كما يقولوا بعيد المدى. شغل مالغري كان وليدها بعيد وكان في بلاصة ما على بالهاش كاع وين راهو هذاك الخير اللي دارته الحق لوليدها وسلكوا من الموت. سما كما يقولوا هذه هي حنا رانا عايشين شغل واش تقدمي يولي لك كما الزرع، كيف واش تزرعي تحصدي، هذه هي صافي. أفميو الانسان يدير الخير لوجه الله وما يستناش المكافأة الفورية ولا التقدير من الاخرين، بس كلو كان ديري عفسه تستناي المقابل تولي تجيك خيبة امل وتولي تحبسي ما ديريش الخير وتقعدي هكذاك وانتي بهذاك الشيء راح تضري روحك. وما لازمش قاع تستصغري اي عمل خيري تديريه حتى ولو كانت كلمة طيبة اللي تقدر تغير لا جورني تاع انسان واحد اخر. المهم الانسان تكون نيته طيبة وتكون لوجه الله، وكي دير الخير في انسان ربي يسخر لك انسان واحد اخر اللي يرجع لك هذاك الخير. هذا ما كان حبيباتي، نسيت ما قلت لكمش اليوم درنا الزردة، اليوم قضينا لقينا كلش ب5000، جبنا بزاف الخضرة الحمد لله يا ربي يدومها نعمة علينا او عليكم ويرزقنا ويرزقكم. بقى لي غير نقولكم حبيباتي اتهلا في روحتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.